إذن ومتابعة لهذه التظاهرات التي تجري في مدن عدة أوروبية لوقف العدوان، المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين السيد ماجد الزير، الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ونائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج. أهلا وسهلا بك سيد ماجد، حدثنا عن المظاهرات وما يجري في برلين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي في البداية نترحم على شهدائنا والرحمة لجرحانا. هذه الجماهير التي تخرج لليوم 77 على التوالي في برلين في العاصمة وبشكل يومي. اليوم عشرات الألوف يحتشدون كما تسمعي في خلفية الصوت، والأعلام الفلسطينية ترفرف في سماء برلين. مختلف الأعراق، الألمان، العرب، المسلمين، فلسطينية أوروبا يجتمعون بوحدة واحدة استنكارا للمذابح، استنكارا للإبادة الجماعية، استنكارا للتطهير العرقي، دعما لصمود أهلنا وشعبنا. الرسائل ترسل باتجاهات عديدة. المشهد مهيب وبشكل مستمر وغير متوقف. بالرغم حضرتك، بالرغم من أنها يعني بدأنا في عطلة أعياد الميلاد، بالرغم من البرد القارس، درجة الحرارة تقارب الصفر مئوية، إلا أن الجماهير بمختلف الأعمار، بمختلف الأعراق، كلها بمختلف الثقافات، بمختلف الخلفيات الاجتماعية، تجتمع لأجل فلسطين، تجتمع لأجل الدماء الزكية لأهلنا في غزة التي تسيل. الكل يتابع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في العواصم الأوروبية تتصاعد بشكل واضح. نلحظ تغيرا واضحا بشكل واضح فيما يتعلق بحجم المظاهرات، باستمراريتها، بالإرادة الصلبة برغم المضايقات. وهذا انعكس في لغة الإعلام التي بدأت تتكلم عن الرواية الفلسطينية، حتى في لغة بعض السياسيين وفي المواقف التي شاهدناها. كل هذا كحضرتك كما هو اليوم في برلين، اليوم في ألمانيا 19 مدينة وأكثر تخرج فيها مظاهرات بشكل واضح وحاشد، خاصة المدن الكبيرة كلها. حصرنا ضمن ما وصلنا من مظاهرات خلال ال 77 يوم أكثر من 5000 فعالية في أكثر من 400 مدينة في ضواحي ومدن وعواصم ودول أوروبا، وكلها موثقة لصالح الحق الفلسطيني، لصالح المظلمة الفلسطينية، لصالح نصرة الشعب الفلسطيني، لصالح ألا يسكت عن هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية. يعلم هؤلاء أن صانعي القرار في العواصم الأوروبية هم شركاء بما يشكلون من غطاء سياسي لدولة الاحتلال، فلذلك يعلمون نفاذية هذه المظاهرات وأهمية استمرارها، ولذلك لا يكلون ولا يملون أن تستمر مثل هذه المظاهرات وبشكل احترافي إن شئت، وبشكل منوع، وبشكل تنظيمي تنسيقي. أخذت هناك فوائد مهمة جدا لهذه الحملة، لهذه الدولة في خريف 2023، كلها لصالح الشعب الفلسطيني. لا شك أن حركة التضامن الآن أخذت تطورا نوعيا مهما جدا استراتيجيا ما بعد هذه الأحداث، ليس كما قبلها من نصرة للشعب الفلسطيني. الأجيال الجديدة التي نشأت في هذه البلدان انخرطت بشكل حقيقي جدا في هذه المظاهرات. بدأنا نرى سياسيين يأتون إلى هذه المظاهرات اليوم الآن في هذه اللحظة كما تنقل شاشاتكم في الدنمارك، في السويد، في النرويج، في النمسا، في بلجيكا، في هولندا، في لوكسمبورغ، في دول ما كانت على الخارطة في حجم التفاعل مع القضية الفلسطينية، أخذت شكلا احترافيا كما هو دولة لوكسمبورغ. وكلها ترسل رسائل مهمة جدا بعدة اتجاهات. رسالة لأهلنا وشعبنا في الداخل، رسالة تضامنية وأنهم ليسوا وحدهم، رفعا لمعنوياتهم وانتصارا لحقهم. رسالة للسياسيين الأوروبيين بأنهم عليهم أن لا يكيلوا بمكيالين، وأن ازدواجية المعايير مرفوضة جدا، وأنها لم تعد تنطلي، وأن الجرائم يعني موجودة. رسالة للإعلام بأنه في عصر السوشيال ميديا لم تعد الجريمة يعني ترتكب في الظلام ويغطى عليها ويذهب المجرم بجريمته، إنما توثق لحظة وجودها. ولذلك الإعلام بتفوقه، وأصبح كل إنسان الآن يعني هو مؤسسة إعلامية بذاته كما هو يفعل أهل الغزيين، ووصلت الرواية بشكل واضح دون رتوش وبأحرفها الناصعة، أحرف الحق
وتصرفها الناصعة بأنها جريمة ترتكب، وهذا تحول إلى مفاعيل حقيقية شعبية سياسية إعلامية قانونية. وهناك ما لاحظي حضرتك أن هناك من فلسطيني أوروبا من غزة ولديهم أهل يعني ذهبوا ضحية شهداء في هذه المجازر. فلذلك هناك يعني ما يحدث في غزة يعلم أهل أوروبا أنه أصبح شأنا أوروبيا بامتياز بما فيه من تفاعل، وخاصة أن هناك بعض القضايا القانونية بدأت تطرح مع هذا الفعل الشعبي. هذا الفعل الشعبي ليس معزولا عن السياسة، ليس معزولا عن الإعلام، ليس معزولا عن القانون. هي كل هذه المجالات متاحة هنا في هذه الشوارع، وتسمعون الآن والمظاهرات لا تأخذ شكل مدى قصير، إنما تأخذ مدى طويل في المسير. وهناك شيء من التنوع دخل في المظاهرات مهم جدا. أصبحت هناك مسيرات تجوب المدن في الدولة الواحدة انتصارا للحق الفلسطيني. هذا حدث في سويسرا، مسيرة 3 أيام حتى وصلت مجلس حقوق الإنسان، وحدث في هولندا مسيرة 25 ساعة في المدن حتى وصلت محكمة الجنايات الدولية. سيد ماجد، كنت أسألك ذكرت قبل قليل أن المظاهرات تخرج رغم المضايقات التي تتعرض لها. ما هي نوع المضايقات التي تتعرض لها هذه المظاهرات؟ نعم، هناك مضايقات حقيقية يجب أن تسجل من قبل بعض الدول لملاحقة الناشطين الذين يدعمون القضية الفلسطينية، ملاحقة الشعارات التي ترفع، فبالتالي ملاحقة بعض الرمزيات لفلسطين بشكل واضح. ولكنها الآن من باب الحق أنها اختلفت عن بعيد 7 أكتوبر. الآن في سماح للمظاهرات بشكل حقيقي. كما تفضلت قبل قليل، اتسعت رقعة هذه المظاهرات بشكل واسع جدا، وتنوع مضمونها بشكل حقيقي. وهناك الآن خارطة يعني مضروبة من المظاهرات معروفة للأسابيع القليلة القادمة. هناك الآن إعلان عن مظاهرة عالمية يشترك فيها العالم في 13 من يناير القادم انتصارا للحق الفلسطيني، بغض النظر عن الأحداث التي ستحدث من هنا إلى هذاك الوقت. دائما نهاية الأسبوع يكون فيها شيء من التطور والاتساع في المظاهرات بشكل حقيقي. ولكن نعم، المضايقات تحتاج إلى توقف بأشكال عديدة، يعني بالقانون وبالسياسة، لأنه دعم الظلم الإسرائيلي ودعم دولة الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني يجب أن لا يسكت عنه، ويجب أن يواجه بأدوات القانون بمضامين القانون. وهذه دول قانون تستطيع حضرتك أن تذهبي إلى المحاكم وانتصر القضاء للناشطين الفلسطينيين والناشطين الداعمين للحق الفلسطيني في أكثر من زاوية. أيضا هناك مضايقات في الإعلام، لأن الإعلام الداعم لدولة الاحتلال يزور الحقيقة ويقلب. الآن في مظاهرة برلين أستطيع أن أرصد عشرات الكاميرات للإعلام الداعم لدولة الاحتلال الذي يعني يراقب كل كلمة تسجل هنا، وهناك مترجمين للغة العربية لحل الهتافات العربية. بالعودة إليك سيد ماجد، يعني ذكرت عن هذه المضايقات التي تتعرض لها المظاهرات، ولكن ما هو موقف الحكومة الألمانية من هذه المظاهرات؟ البند الثاني في الدساتير الأوروبية، فنحن نستخدم ما هو مقدس عند الأوروبيين ولا يستطيعوا أن يهربوا منه، وصيغة هذه القوانين بعد الحرب العالمية الثانية ونستخدمها كمواطنين أوروبيين بهذا الشكل. فبالتالي هذه الرسائل مهمة جدا. ثم نقطة مهمة جدا في هذه المظاهرات أنها يعني أوجدت ما يمكن أن يكون بالتنافس الإيجابي بين الدول المختلفة في حجم المظاهرات حتى تستمر وتعطي نفسا مهما عبر العالم، وهذا مهم جدا. ترسل هذه المظاهرات رسائل إلى الأمة العربية كرؤساء وزعامات، خاصة أنهم ينظرون إلى يعني أن المواقف الضعيفة المترددة التي شكلت نوعا بطريقة غير مباشرة غطاء لدولة الاحتلال أن تفعل بالشعب الفلسطيني كل ما يريد بهذا المجال. فهذا نداء من هذه النافذة ومن خلال هذه المظاهرة، وتعبيرا عن هاي الحناجر التي تفضح الحق الفلسطيني إلى زعامات العربية والرؤساء العرب أن ينصروا إخوانهم وأهلهم في قطاع غزة وفي فلسطين. لم يعد إلا المذابح في قطاع غزة، وإنما هي في الضفة وفي القدس وفي كل فلسطين.
حرب إبادة جماعية ترتكب، ولكن حركة التضامن يفرق معنا في المعادلة سيدتي إذا لإيقاف العدوان صمود أهلنا في الداخل وتماسكهم. يفرق معنا قطاع عربي مهم جدا، يفرق معنا حركة تضامن عالمية تضغط على السياسيين، يفرق معنا أن دولة الاحتلال بحجم الفرقة اللي بينهم وتراجعهم في هذا المجال. هذه كلها عوامل تساعد في هدف هذه المظاهرات. هدف هذه المظاهرات هو وقف العدوان فورا، رفع الحصار عن قطاع غزة، وقف الاحتلال وإنهائه على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، إدخال المساعدات دون قيد أو شرط على أهلنا وشعبنا، إعادة إعمار قطاع غزة. هذه كلها أهداف إنسانية مشروعة حقوقية بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة بهذا الشكل. بدأنا نشعر بأهمية مثل هذا الفعل، وهذه المظاهرات بالمناسبة جزء من الذي يغذيها أن ترى أثر ما تفعل، أن المظاهرات هي لها فعل، لها نفاذية ووصل صداها، فبالتالي هذا يغذي استمرارها بشكل واضح، بشكل فاعل، بشكل واسع، بشكل منوع، وهذا مهم جدا وينوع. وأيضا يحرص المتضامنون أن يبثوا هذه المظاهرات في وسائل التواصل الاجتماعي لكي يصل صداها. فرقت معنا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حقيقي. ربحنا كشعب فلسطيني وكمناصري الحق الفلسطيني معركة الإعلام، معركة التواصل الاجتماعي لكي يبقى الحق الفلسطيني في هذا الجانب. هذا كلها عوامل مهمة جدا في خضم الجرائم، في خضم الإبادة الجماعية، بخضم الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال صباح مساء. وهنا مهم جدا عدم الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نؤكد عليها، والتي يجب أن تكون قوية جدا، لأن الناس تنظر إلى موقف الشعب الفلسطيني وماذا سيفعل. ومهم أن يكون ثمن هذه الدماء الزكية أن تخرج يعني هيكلية فلسطينية تعبر عن الشعب الفلسطيني، تعبر عن إرادته. الشعب الفلسطيني ليس قاصر لكي يعني يتحكم في من يحكمه. هذه الإرادة الجماعية الفلسطينية يجب أن تخرج قيادة فلسطينية تأخذ هذه الدماء الزكية، تأخذ هذه التضحيات، تأخذ هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى مستقبل فلسطيني زاهر بوحدة وطنية فلسطينية جامعة. تخرج قيادة تعبر عن الشعب الفلسطيني، تعبر عن إرادته بأجواء ديمقراطية، ولتكن منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة هيكليتها لكي تكون عنوانا للمرحلة القادمة، ولكن بقيادة منتخبة، بقيادة تخرج من رحم الشعب الفلسطيني، لكي تصل هذه الرسائل لكل الجمهور الذين ينتظرون ويرون الشعب الفلسطيني. إذا انتظم حال الشعب الفلسطيني أستاذة سينتظم حال المتضامنين والعالم كله، فهذا مهم جدا. هذه الناشطة التي الآن تتحدث فيها من الجيل الثاني الذي نشأ وارسل رسالة أبناء الشعب الفلسطيني بهذا الشكل إلى أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، إلى السياسيين الألمان بشكل حقيقي. هذه هي المظاهرات ستتوقف في لحظة واحدة، أن يتوقف العدوان وأن تدخل المساعدات وأن يكون هناك للحق الفلسطيني مكانا في خارطة السياسة في العالم، مكانا في إنصاف الحق والعدل، مكانا في أن يكون لفلسطين دورها في حركة التاريخ، حركة التحرير بإذن الله عز وجل. أشكرك السيد ماجد الزير، الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين. شكرا جزيلا لك على المشاركة.